السيسي قال لرئيس وزراء بريطانيا كلمتين تقال يتكتبوا على الحيطه عندهم. قال له لو لعبتوا لعبه التهجير دي هتغرقوا اوروبا كلها في موجات نزوح ديموغرافي. مش فلسطين بس، يعني ايه نزوح ديموغرافي يا بلبل مصر؟ ببساطه يعني جيرانك تلاقيهم اتغيروا، تلاقي مكان عم سيد جالك عم خوان من المكسيك، وورا منه عم عبده من التشاد، وراها بكيزه من المغرب، بعدها عم كتكت من الهند، والكيان واميره قاعدين يبيعوا للناس الوهم. يقول لك سيب بيتك هنجيب لك حياه احلى من كده بكتير. فين المكان ده؟ في الهوا. واللي قاعد في بلد غلبانه بيصدق ويقول لك اهو طوق نجاه، يلا نركب الموجه او نركب المقشه قبل ما يكنسونا، يلا اركب ورايا وساعتها اوروبا اللي مش طايقه 5 مهاجرين هتلاقي نفسها في مولد وصاحبه غايب. وكل ده برعايه اكبر دوله في العالم اللي عامله نفسها بتوزع فرص، وهي بتوزع قرص على ارواح المهاجرين، بتوزع فوضى على الناس الغلابه. وسمعني سلام وخايفه لما تهاجر على بلد الغريب تلقى نفسك نايم في تل ابيب ومولع لك شمعه شيروها له